اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الهنا وصباح السعادة على أغلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى صحيت الصبح كده زي ما انتم شايفين، قلت اصور لكم اليوم بتاعي من اوله لحد اخره. ان شاء الله الروتين بتاعي يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك دلوقتي حالا. ويلا ندخل بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى كنت داخلة على المطبخ، اول حاجة بدخل اشوفها هي المطبخ. المطبخ مترتب ومفيش فيه مواعين. ده العيش كنت لسه جايباه من الفرن، وده عيش ناشف هطلعه في البلكونة انشره. والبوتاجاز زي ما انتم شايفين كده نضيف. دي بطاطس فايدة من اللانش بوكس الصبح وانا بعمل للبنات، طبعا المواعين دي مغسولة من امبارح، هحطها مكانها. تعالوا نطلع نشوف الصالة كده مترتبة ونضيفة وزي الفل. انا بايته قبل ما انام كنت رتبت المطبخ والصالة. طبعا البنات لما صحيوا انا وديتهم الحضانة وراحت المدرسة، ودخلت على الأوضة بتاعتهم رتبت على طول السراير وظبطتها. تعالوا نفطر بقى طالما الدنيا رايقة حوالين مننا نفطر ونروق الدنيا. هنعمل البيض. انا جبت بيضتين اهو، بص البيضة عملت شكل كتكوت ازاي. هطقش بيضتين اهو. انا واحمد بس اللي هنفطر، هما بقى خدوا كل واحدة اللانش بوكس بتاعها، عملت لهم فيه برضو فطار بيض وبطاطس سندوتشات وجبنة. وديتهم واحدة راحت المدرسة والتانية راحت الحضانة، وانا واحمد اللي قاعدين، فهنعمل لقمة خفيفة كده نفطر بيها. معايا عيش من الفرن اللي هو العيش البلدي، هقمر برضو رغيف على قدي، انما احمد هحطله رغيف طري زي ما هو كده لان انا بحب اشدده شويه. جبت بقى كيس شيبسي ده من امبارح، كان سهرانين بناكل شيبسي وبتاع وفاض ده، فانا قلت نفطر بيه الصبح. معايا بقى الخضار بتاعنا خيار، هقطعه طرنشات زي ما انتم شايفين، وهزين الطبق كده عشان يبقى شكله حلو ويفتح النفس. وهحط معلقتين جبنة كده وعليهم شوية زيت ورشة بهارات من بهارات البطاطس دي حلوة انا بحبها. ده كده بقى فطار صحي، بس شيلوا الشيبسي. لو شيلنا طبق الشيبسي يبقى فطار صحي، انما بكيس الشيبسي طبعا لا خالص، المقليات لا. فاتفضلوا معايا الفطار، تعالوا يلا افطروا. خلصت الفطار بقى وهنشوف هنعمل ايه. بشيل الطباق بطرح الفطار واي حاجة فايضة مننا على الاكل بحطها في علبة كده عشان هبقى اطلعها للطيور بعد شوية. هغسل بقى المواعين دي على طول اول باول علشان يبقى المطبخ نضيف قدامي، وطول اليوم احس ان المطبخ رايق. طول ما هو رايق انا رايقة بصراحة، والمواعين هي اللي بتكركب المطبخ. فاول باول كده اي طبقين اي معلقة سكينة اي حاجة اتوسخت بعملها وانا واقفة. فطول النهار تحس ان المطبخ رايق والبيت رايق، بدل ما انا اكركب مواعين حواليا والدنيا بتبقى شكلها بصراحة وحش والمطبخ بيبقى شكله وحش، وبيبقى كسل بقى لما تخش تلاقي المطبخ يعني مكركب زيادة عن اللازم، تحس ان انت مش قادرة تعملي فيه حاجة اصلا. انما اول باول كده تحس ان الدنيا رايقة وهادية وحوالين منك، ونفسك تدخلي المطبخ وتعملي اللي نفسك فيه. هنا بقى خلصتهم، بصوا ما خدش وقت خالص، غسلت الطبقين اهو والدنيا رايقة وزي الفل. خلاص بقى المواعين سبتها تتصفى، وهاجي هنا بقى اعمل اكل للطيور اللي على السطح. العيش اللي فايض مننا من اللي احنا بنجيبه برضو من الفرن العيش البلدي ده، احنا مش هناكل بعيش تاني النهاردة. فبقطعه صغير خالص على قد ما البط يعرف ياكل، وهحطه للبط. بقطع هري بالمقص زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هكمل. لو لقيت واحدة كبيرة ولا حاجة هصغرها عشان يعرفوا ياكلوا.
يبقى احنا بقى كده فطرنا وفطرنا الطيور. تعالوا بقى نشوف هنعمل حاجة حلوة النهاردة، بما ان اليوم بتاع النهاردة ايه، يعني الدنيا رايقة ومفيش شغل كتير. فقلت بقى نروق على العيال ونعمل لهم اكلة حلوة، نعمل لهم قصدي حلو ياكلوه. هنعمل، بصوا معايا البيض اهو، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، ومعايا سميد بسبوسة، والكيس الابيض ده جوز الهند، والدقيق. خمنوا كده بعد المقادير دي هنعمل ايه. اكله والله ولادي بيحبها قوي. معايا السكر والزيت والسمنه، بس كده المقادير بتاعتنا كلها خلصت، مش هنعوز غير رشه ملح واحنا شغالين. هنا بقى ايه، جبت الكسرولة دي، هحط فيها اول حاجه هنعملها، هنحط الشربات. هنعمل الشربات الاول، كوبايتين مية على كوبايتين سكر. انما انا هنا عاملة كوباية ونص مية وكوباية ونص سكر. ده المقدار المظبوط بتاع الشربات بتاع الرواني. احنا هنعمل النهاردة كيكة رواني. معايا بقى عصرة ليمونة هنا، وهحطها بقى ايه على البوتاجاز تغلي براحتها خالص على بال ما احضر الكيك معاكم. طقشت بقى هنا 8 بيضات. بالراحة وانتوا بتقشوا البيض، عشان بصوا في حتة وقعت مني اهي، لو ما كنتش خدت بالي منها كانت ممكن ايه، تاكل يعني، تيجي تحت ضرس حد وهو بياكل بتبوظ الدنيا بصراحة، وممكن تبقى هري خالص وتبقى في الكيكة كلها ما تعرفوش تاكلوها. فبالراحة خالص وانتوا بتقشوا البيض. حطيت كوباية كبيرة من السكر وكيسين من الفانيليا. هقلب بقى كويس قوي بالمضرب اليدوي، او لو عندك مضرب كهربا مفيش مشكلة، بس انا كسلت انزله بصراحة فاستعملت المضرب اليدوي وخلاص. هضرب كويس قوي لحد ما اللون الاصفر ده يفتح شوية، او فتح شوية معايا، بس برضه هفضل اقلب فيه على قد ما اقدر عشان يبقى فاتح خالص والهواء يدخل بين الخليط وانا بعمله. هنا بعد ما فتح شوية هنزل ببقية المكونات واحدة واحدة. كوباية لربع من الزيت، وهقلب حلو قوي، او حطوا نص كوباية زيت ومعلقتين سمنة. انا حطيت تقريبا معلقتين سمنة او معلقة مع كوباية لربع زيت. هنا نزلت بالزبادي، معايا علبتين من الزبادي السادة، هنزل بيها واحدة واحدة واقلب برضو كويس قوي لحد ما الزبادي دي تدوب نهائي. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يضغط لايك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا كيس الفانيليا اللي انا بفتحه ده هحطه في الشربات، كان الشربات قرب خلاص ان هو يطلع منها على النار، فحطيت كيس الفانيليا فيه عشان يديها نفس وريحة حلوة. فضلت اقلب لحد ما خلاص الزبادي ده تماما ما عادش ليه اثر. هاجي بقى هنا هنحط السميد، كوبايتين ونص من السميد، قول يعني هي الكيس بحاله عامة يعني. وهنا بقى ايه، كوبايتين من السكر، كوبايتين اتنين من السكر وكوبايتين ونص من السميد. هفضل بقى اقلب حلو قوي. الخطوة دي لو اختياري، لو عندكوا لبن اعملوا بلبن، او لو هتشتروا لها لبن اشتروا لها لبن عادي. انا بقى ايه عاملاها بفانتا، عشان طعم البرتقال ده حلو قوي وبيديها نفس جميل خالص، بتبقى حلوة احلى من اللبن، ولونها بيبقى مصفر كده شكله حلو وطعمه حلو. هنزل بشوية جوز الهند حسب الرغبة، عايزة كتير عايزة شوية براحتك خالص. هظبط بقى القوام بالفانتا دي. يعني هظبط بيها القوام، بس شوفوا محتاجة قد ايه عشان القوام يبقى كريمي معانا، ما يبقاش سايل قوي ولا جابس قوي. هتشوفوه دلوقتي لحد ما اقلب وخلصه هيبقى عامل ازاي.
بصوا القوام حلو ازاي، بصوا هو ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه عشان تطلع معانا كيكة رواني ناجحة 100%. يلا بقى بينا نجيب الصينية. ده الشربات بقى طلع من العين اهو. هصب الخليط. هنحط بس نقطة زيت، وهنزل بقى بشوية دقيق على في قعر الصينية، بيحمي الكيكة وبيديها لون حلو. بص اهو عفرها بشوية دقيق اهو بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بس كده خلاص بقت جاهزة معايا ان انا اصب فيها الخليط بقى انا بصب الخليط، وبعد كده احط صبعي، عقلة صابع عشان توصل للارتفاع المظبوط اهي. لسه كانت يدوب نص صباعي، فزودت شوية خليط. هنا بقى الصينية التانية الصغيرة دي هعملها برضو هي كمان الحبة اللي فايضين فيها. دخلتهم في الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد نص ساعة معايا في الفرن. برتب الحتة حوالين مني لحد ما الصواني تطلع، يبقى الدنيا نظيفة حواليا. هنا بقى اهو بعد نص ساعة بالظبط الرواني طلعت. هسقيها بقى بالشربات على طول. لازم الشربات يكون ساقع، والبسبوسة ولا الرواني تكون لسه طالعة من الفرن حالا. خلاص اهي بقى كده، خلاص كده جهزت وبقت زي الفل وشربت الشربات بتاعها وزي الفل. يلا بقى نجيب السكينة ونقطعها. الأحسن ان انتوا تسيبوها تبرد وبعد كده تقطعوها عشان ما تنهريش معاكم. انا كنت مستعجله عشان عايزه اصور، وولادي عمالين يقولوا عايزين حته، فريحتها بجد والله كانت قلبة الدنيا. ريحتها حلوه قوي. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم. بصوا هنا بقى انا قطعت الصينيه اهي، بوريكم منظر القطعه عامل ازاي. بصوا اللون من تحت واللون الذهبي الخطير اللي فوق ده، الارتفاع بتاعها مظبوط 100%، والكيكه هشه وجميله قوي. تعالوا نشوف بقى الصينية الكبيرة. هقطعها برضو معاكم مربعات صغيرة، بس الأحسن ان انتوا تسيبوها تبرد. اهي بصوا بقى هتطلع قطعة لون وشكل خطير. والله العظيم كان طعمها حكاية، بس عشان لسه سخنة فبتتهري، انا اصلا مش عارفة امسكها. بصوا اللون من تحت عامل ازاي، واللون من على الوش، والقطعة طرية وهشة وجميلة جدا. هنا بقى كنت خلاص بقى بعد الصينية دي حضرت الغدا. كان الولاد جم من الحضانة ومن المدرسة، فحضرت لهم رز وسمك مقلي وشوية سلطة. هنا بقى كان خلاص اخر الليل جه بعد ما راحوا الكتاب وذاكرنا وكل حاجة. هنعمل شوية فشار بقى، نقعد قدام التلفزيون كده قعدة عائلية حلوة. هنعمل فيها اي حاجة نتسلى. فانا عندي الفشار، قلت ادخل اعمل لهم شوية فشار حلوين كده، وبعدين نقعد قدام التلفزيون شوية ونضحك مع بعض. وبعدين هما بقى دخلوا ناموا، وانا برضو رتبت البيت تاني عشان انام، يبقى اصحى الصبح يبقى نضيف. وقاعدة بقى بسجل لكم الفيديو دلوقتي، وخلصت كل حاجة، واشوفكم بكرة على خير. هنا بقى كنت بعمل الفشار بطعم الجبنة. بص بقى انا برش الجبنة اهو على طعم الجبنة على الفشار، وبعد كده بقى اقلبه وافضل اقلب فيه كويس قوي على بال ما
كله ياخد طعم الجبنة وشوية الملح. لازم كل يوم كده نعمل اي حاجة حلوة نفرح بيها ولادنا، اي حاجة، لو شوية عصير، شوية لبن، نعمل شوية ترمس، اي حاجة بيتي حلوة قوي. يلا بقى تصبحوا على خير، واشوفكم بكرة على خير بإذن الله.